أهلا بيكم جمهورنا العزيز، نورتونا ووحشتونا. والنهاردة جايين برواية جديدة، رواية صعيدي من الروايات التقيلة القوية جدا بقلم الكاتبة نجار طارق. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشجعونا باللايك والسبسكرايب. في دوار الصعيد، دوار عيلة الزناتي اللي كبيره فهد عامر الزناتي بعد جده حسن الزناتي، شاب في أواخر العشرينات، وسيم وشكله يلهف القلوب. قلوب بنات كتير بيتمنوا نظرة منه. رياضي وعنده عضلات، شأنه عالي جدا. وتين أحمد الزناتي بنت في العشرينات، جسمها ممشوق، شعرها اسود وزي الحرير. فجأة كان في خبط متواصل على الباب، أزعج كل اللي نام. وتين: مين اللي بيخبط كده؟ ردت زينب: أنا يا ست هانم، جدك بيقولك انزلي علشان الفطور جاهز. ردت وتين: طيب انزلي وانا جايه وراكي. قامت وتين، لبست الفستان ولفت طرحتها ونزلت. وهي نازله على السلم خبطت في حيطه. وتين في نفسها: يعني مش فاكره ان كان في حيطه هنا. يعني فهد قال: مش تفتحي ولا ماشيه سرحك دي؟ ردت وتين: ايه ده؟ كل دي عضلات؟ ده انت جمر جوي زي المسلسلات التركي. فهد بحده: هتشام يا بت، على فكرة انت عافش جوي اصلا. فهد برفعت حاجب: مش كنت جمر من دقيقة؟ وتين بتوتر: اني قلت كده، انت كذاب على فكرة. وبعدين نزلت جري. وضحك فهد وهو بيقول في نفسه: مجنونة بس مضطرة استحملك. ونزل. الجد قال: اتأخرتوا ليه؟ ردت وتين: عبال ما لبست وصليت فرض يا جدي. رد فهد: واني كمان على ما لبست وصليت. رد الجد: طب يلا اقعدوا كلوا. قعدت وتين جنب صفاء اللي ابتسمت لها بحب، واول ما شافتها قالت: جمر يا وتين، جمر يا بنتي، ربنا يحفظك. ردت وتين: حبيبتي يا ماما صفاء. طبطبت على ايديها صفاء وقالت: افطري يا حبيبتي. وبعد فترة من الوقت قاموا كلهم من على السفرة. فهد قال: بعد اذنكم انا ماشي. رد الجد: على فين يا ولدي؟ هشوف مصالح الأرض يا جدي. الجد بحنية على حفيده: طيب يا ولدي، خد بالك من نفسك، ربنا معاك. يا رب يا جدي. الجد: استنى يا فهد. خير يا جدي، اتفضل. الجد بنوع من الأوامر: خد وتين معاك وعرفها على الدنيا والشغل يا فهد. فهد رد بحدة: من ميت حريم بيشتغلوا عندنا يا جدي؟ رد الجد بصرامة: ده حجمها يا ولدي، وبعدين ما تنساش وتين مكمل علمها، وده يكون حق عمك الله يرحمه. فهد بعصبية: وأن ياخدها وسط الرجالة علشان هي مكملة علمها، يحرج العلم على اللي بيتعلموه. الجد بغضب وصوت عالي: انت بتعلي صوتك على جدك يا فهد، من متى وانت كده؟ رد فهد بحدة وندم: أني آسف يا جدي، بس ما عادش غير الحريم تنزل تشتغل. دخلت وتين وقالت: ومالهم الحريم يا فهد باشا؟ متعلمين زيكم بالظبط. رد الجد: خد بنت عمك وياك يا فهد، وبعدين انت راجل معاها واني واثق فيك. فهد بتعوق وبيبص لوتين: حاضر يا جدي، يلا يا وتين. ردت ريهام: وانا يا جدي بروح حداهم. قال الجد: وتروحي حداهم تعملي ايه يا ريهام؟ طب ولد عمك وبنت عمك مكلملين علمهم، انما انت هتروحي تعملي ايه يا بنتي؟ ريهام بحقد دفين: هو ايه، ما عادش في غير وتين ولا ايه؟ وبعدين ده حاج ابوي زي ما هو حاج عمي الله يرحمه. الجد بصوت عالي: ريهام، قفلي على الموضوع ده وروحي شوفي لك حاجه تعمليها. زينات وهي بتهدي الموقف: اسمعي كلام جدك يا ريهام، هو فاهم اكتر مننا وعارف هو بيعمل ايه. ريهام بغضب خفي: ماشي يما. وعند فهد ووتين. فهد بحده: تمشي وانت ساكته وما تتكلميش مع حد، انت سمعاني عاد؟ وتين قالت: واني همشي حتى لزقه على خشميك؟ والله يا ريت واقفلي خشمك ده. قالت وتين: اني مش عايزه اصلا اتكلم معاك. والله يكون احسن برضو. وتين ببرطمه: بارد. فهد قال: بتبرطمي تقولي ايه؟ ردت وتين: ما نطقتش. ابتسم فهد من غير ما تاخد بالها. وفي طريقهم للارض جت بنت داخله على الثلاثينات ووجهت كلامها لفهد وهي بتقول: فهد بيه،
أني وجع في عرضك. وتين في نفسها: إلهي تجعي في حفرة وتتجطم رقبتك يا شيخة. فهد بحمحمة: اتفضلي أنسة. قالت عنايات بدلع: في واحد بيعاكسني، يرضيك يا فهد؟ أقصد يا فهد بيه، في حضورك كده. وتين بغيرة وغضب: على أساس إن رجالة الدوار خلصت وجاية له هو، وبعدين ما تتحشمي. بتتكلمي كده ليه؟ كلمي عدل. وإيه فهد دي؟ كان من بقية عيلتك ولا إيه؟ قالت عنايات: يرضيك كده يا فهد بيه. فهد كان لسه هيتكلم بس قطعته وتين وقالت بغضب: شوفي البيت جليلة الحياة، أنا اللي بكلمك هنا، انت مش سمعاني ولا طرشة ولا ايه؟ فهد بجدية مصطنعة وهو بيحاول يكتم ضحكته: ما خلاص يا وتين، انت يا أنسة خير، ايه مفيش غيري صحيح ولا ايه؟ فهد لنفسه قبل ما يكمل كلامه: وبعدين انا مش عارف بصلك على ايه بخلجاتك دي. فهد قال بصوت عالي: انت مش شايفة نفسك ولا ايه؟ مش شايفة انت نازلة بايه؟ وتين مقاطعة: بالعباية المحزجة دي، وبعدين عكسك على ايه؟ ده انت عفشة جو. هنا فهد ما قدرش يمسك ضحكته واتفتح في الضحك، والبنت اتحرجت جدا ومعرفتش تقول ايه وسابتهم ومشيت. اما بقى وتين قالت بحدة: كانت عجباك اياك؟ رد فهد وهو لسه بيضحك: هي مين دي؟ العفشة اللي كانت هنا دي. انفجر فهد في الضحك مرة تانية وهو بيقول: عجبتني ايه؟ دي شبه عفريت العلبة. ده عم مسعد احلى منيها، وانت قلتي اللي كنت عايزة اقوله بصراحة، انها عفشة جوي، بس مرضتش اتكلم. بس انت ما سمتيش. وتين وهي بتضحك على كلام فهد: الاعتراف بالحج فضيلة. ووقف فهد ضحك وقرب منها شوية وهو بيهمس: وتين انت بتغيري؟ وتين بتوتر: أني ليه بتقولك ده؟ أني بس يعني كنت بتكلم على طريقتك. فهد ابتسامة جذابة: هنشوف. وقال بهمس: يا وتين الفهد. وتين في نفسها: يخرب بيت ضحكتك، هو في حد عسلك ده؟ فهد وهو ماشي: هتفضلي واقفة مكانك كده، ما تتحركي ورايا يلا. وتين بحمحمة: يلا. فهد وهو بيوجه كلامه لوتين: إلا قوليلي يا وتين، ليه رافضة تروحي تعيشي مع أخوكي في القاهرة؟ وتين وهي بصاله: عادي، حبيت العيشة هنا وغيرت الموضوع. انت كمان المفروض عندك شركات ناجحة جوي، وانت أصلا خريج إدارة أعمال، وشركاتك ما شاء الله كتيرة، ليه سايبها وعايش هنا؟ رد فهد: أنا وقفت الشركة على رجليها علشان يكون ليا اسم، مش علشان أنا من عيلة الزناتي، لا، ده يكون بمجهودي أنا الشخصي، والشركات بتابعها من هنا من على اللابتوب. وبعدين ما انت دكتورة، ليه عايشة هنا انت كمان مع انك بتتكلمي مصري كويس جوي؟ ردت وتين: أنا اتربيت هنا من واني صغيرة، والناس هنا على جد حالها وطيبين جوي. بعدين مش علشان جاسم مش حابب هنا أجلده وأعمل زيه، مع إني كان نفسي أفتح مستشفى وأساعد الناس، بس أهو. وبعدين ما أنت كمان بتتكلم مصري كويس جوي، وكنت بتسافر القاهرة لشغل كتير، لكن ما شاء الله محافظ على لغة الصعيدي زي كويس جوي. فهد الضحك وغمزة: ده انت متابعة بقى. وعموما يا ستي، أنا ليا أعداء كتير جوي في القاهرة، فعشان كده قاعد هنا، مش خوف منيهم لكن خوف عليهم، أنا بحميهم من غضبي. وتين بإحراج: لا والله، ده جدي كان بيقول قدامي فكنت بسمعه، وبعدين انت مش هتقدر على أعدائك. قال فهد: خلاص اهدي، مالك جلبتي طماطمك دي، وبالنسبة لأعدائي فأنا بعون الله أقدر على أي حد. ووصلوا الأرض. وتين بتعجب: كل دي أرضنا؟ فهد بسخرية: لا، أرض الجيران، انت شايفة ايه؟ قالت وتين: أنا أول مرة أشوفها، فعلشان كده مستغربة. طيب يا ستي، وديكي شفتيها. قالت وتين: طيب هما بيعملوا ايه؟ قال فهد: بيزرعوا التربة وبيحصدوا المحاصيل علشان الدوار والناس اللي بيصدروا مننا. وتين قالت: ماشي شكرا. فهد مشي ومشيت وتين وراه لحد ما وصلوا عند اسطبل، وكان فيه خيل جميل قوي، خيل لونه أبيض ومميز، وده كان الخيل بتاع فهد. وتين وهي بتقرب من مهرة فهد: الله، حلوة جوي، دي شكلها مميز ومختلف. قال فهد وبيقرب عليهم:
دي المهر حجي، أنا مربيها من وهي صغيرة. وبص لوتين وكمل كلامه. حبيتها جوي لأنها مميزة عن الكل. وتين بتوتر: فعلا شكلها حلو، يلا نروح علشان نصلي. قال فهد: يلا بينا. وصلوا بيت عيلة الزناتي، وأول ما دخلوا قابلوا ريهام قالت: ما لسه بدري. وتين باستفزاز: ما احنا عارفين، بس تعبنا من كتر المشي والكلام الكتير، فقلنا نروح بقى علشان نرتاح ونلحق فرضنا. كتم فهد ضحكته وهو طالع على السلم. ريهام بغيظ: بقى كده ماشي. وتين مشيت من قدامها بعدم اهتمام وراحت اوضتها وغيرت ونامت. اما في اوضه فهد كان بيتكلم في التليفون: وحشتني يا صاحبي والله. قال قاسم: انت اكتر والله، مش هشوفك ولا ايه؟ رد فهد وهو بيتكلم مصري عادي: مع انك ندل والمفروض ان انت اللي تيجي، بس انا كده كده نازل القاهره، في صفقه المفروض تتم وانا اكيد هبقى موجود. بجد والله؟ طب كويس يا سيدي، اصل انت وحشني ونفسي اشوفك، طمني عليك. وصحيح واتين عامله ايه؟ وحشاني. قال فهد: الحمد لله هي بخير، ونزلت معايا الارض النهارده بامر جدي. بجد؟ ما شاء الله. اكيد استغربت. عادي يعني، مش قوي. قاسم بلهفه: طب ما تجيبها معاك يا فهد. فهد بتفكير: تفتكر هتوافق؟ انا هكلمها. خلاص يا سيدي، شوف وكلمني. ماشي، يلا سلام. سلام. سند فهد ظهره على السرير وهو بيفكر في وتين، وغمض عينه وابتسم. اما عند وتين تليفونها بيرن وهي نايمه. صحيت وتين على صوت التليفون. وتين بفرحه واتكلمت مصري مع قاسم: زبوتي وحشتني، كده ما تسألش عليا، ما تسألش على وتنتك. قاسم بحنيه: وانتي كمان وحشتيني يا حبيبتي، بس غصب عني، كان عندي شغل. ولا يهمك يا سيدي، انا حاسه بيك، ربنا معاك يا رب. يا رب يا حبيبتي. بقولك. وتين بضحك: قول، انا سامعاك اهو. قاسم بضحك: ماشي يا لمضة، كنت عايزك تنزلي القاهره بكره مع فهد. وتين باستغراب: فهد؟ ايوه، قفلت معاه وكلمتك لانه قال لي انه نازل بكره علشان صفقه. تعالي معاه، عايزه اشوفك يا وتين. حاضر، هاجي معاه لاني عايزه اشوفك، بما انك يعني مش ناوي تيجي. يا ستي هبقى اجي بعدين، المهم بس انك تيجي معاه. حاضر ان شاء الله يا زبوطه. ماشي يا مجنونه الزبوطه، يلا باي باي. باي. لبست وتين الاسدال ونزلت علشان تتعشى. وهي خارجه من اوضتها قابلت فهد. فهد قال: قاسم كلمك؟ وهتعملي ايه؟ جايه ان شاء الله. تمام، بعد العشاء ابقي اطلعي جهزي حاجتك. ماشي. ونزلوا قعدوا علشان ياكلوا كلهم. فهد وهو بيوجه كلامه لجده عامر وصفاء: انا مسافر بكره نواتين، عندي صفقه وهاخدها معايا. الجد قال: ما عنديش اعتراض يا ولدي. قال عامر: معاك ربنا يا ولدي، ربنا ينور لك طريقك. فهد قال: تسلم يا حاج. قالت صفاء: هتتقابلوا انتوا قاسم صح؟ يا امي ان شاء الله. صفاء بحنيه: سلم لي عليه يا فهد. يوصل يما، يلا بعد اذنكم انا طالع انام، وانت يا وتين خلصي ونامي على طول علشان مسافرين بدري. حاضر باذن الله. قالت ريهام: ما تاخدوني معاكم تفسحوني يا فهد. فهد ببرود: انا مش رايح اتفسح، انا رايح شغل، بعد اذنكم. خلصت وتين اكل وقامت. وتين قالت: تصبحوا على خير. ردوا كلهم ما عدا ريهام: وانتي من اهل الخير يا حبيبتي. طلعت وتين حضرت شنطتها ونامت. وتاني يوم الصبح صحيت وتين ودخلت تغسل وشها واتوضت وأدت فرضها ولبست هدومها وطبعا حجابها، ولبست هيلز طويل وكان شكله حلو جدا عليها ومن غير ميك اب تماما علشان هي مش محتاجة، وكانت شبه الملاك. نزلت لقيتهم متجمعين تحت وفهد معاهم. وتين قالت: صباح الخير. كلهم ردوا ما عدا ريهام اللي مش طايقة وتين. صباح النور. محمد أخو ريهام قال: اقعدي كلي يلا يا وتين علشان ما تتعبيش في الطريق. فهد بنظرات نارية ما شافهاش غير محمد: كل وانت ساكت يا محمد. محمد قال: مش لازم اطمن عليها. فهد بغيرة: معاها راجل، اقفل خشمك بقى وكل وانت ساكت. محمد سكت وبعدها قام علشان يمشوا. فهد قال:
أنا ماشي يا جدي، يلا عايز حاجة؟ في رعاية الله يا ولدي. يلا يا واتين يلا. وقفتهم ريهام. اشمعنى واتين يعني؟ وانت مش رايح شغل أصلا؟ الجد قال مالكيش صالح يا ريهام. فهد باس ايد والدته وجده، وبعدين قال لوالدته خدي بالك من نفسك ياما. قرب عامر منهم وبيقول خليك في حالك وامشي وابعد عن مرتي. ضحك فهد وقال ماشي يا حاج، وركبوا العربية واتحركوا. وفي الطريق فهد كلمتي قاسم؟ لا هكلمه دلوقتي. طلعت واتين التليفون ورنت على قاسم. واتين وهي بتتكلم مصري زبوتي عامل ايه؟ الحمد لله يا مجنونتي انتي. وانتوا فين؟ احنا في الطريق. بجد؟ طب كويس علشان انتي وحشاني جدا والله، وانت كمان. ماشي يا حبيبتي، يلا عايزة حاجة؟ لا شكرا باي. فهد بغيرة هو كان بيقولك ايه علشان تقولي له وانا كمان؟ بيقولي وحشاني جدا. فهد في سره وحشان ما يلهفك، وحياة امي اللي هوريك. طيب ماشي. وبعد شوية فهد كان بيفك الجو. هو انت بتتكلمي مصري ليه؟ واتين قالت علشان انا دايما بكلم قاسم مصري، وكمان علشان احنا نازلين القاهرة. وانت؟ فهد بابتسامة نفس الاسباب. قولي انت بقى عارف العنوان؟ اكيد، باجي كتير هنا وبكون معاه. بعد ساعات وصلوا قدام فيلا كبيرة ونزلوا من العربية. واتين قالت دي فيلة قاسم؟ ايوه. واتين وهي بتمسك دراع فهد مين التيران دي؟ فهد ابتسم على حركتها. دول البادي جارد بتوع قاسم، ظابط بقى وكده. دول شكلهم يخوفوا. يلا نخش. يلا. وطبعا دخل من غير ما حد يكلمه علشان هم عارفينه. سابت واتين ايد فهد، وفهد خبط على باب الفيلا وفتحت دادا دعاء ازيك يا فهد يا ابني؟ فهد وهو بيبوس ايديها الحمد لله يا امي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا ابني. بص الدعاء على واتين ففهم فهد. دي واتين اخت قاسم الصغيره يا دادا. ما شاء الله، هقمر يا بنتي، اتفضلوا. واتين بخجل شكرا. وهم داخلين كان قاسم نازل من على السلم. واتين بفرحه ودموع قاسم، وطلعت تجري عليه وتحضنه. فتح لها قاسم دراعه وخدها في حضنه. وحشتيني قوي يا مجنونتي. وانت كمان يا زبوتي. كل ده بيحصل وفهد واقف هيولع. طب مش خلاص ولا ايه؟ اختي يا عم، وبعدين انت مالك؟ فهد بزعل مصطنع. يعني مش عايز تيجي تسلم عليا؟ قام ساب واتين وراح له وخده بالحضن. وحشتني يا صاحبي. وانت كمان والله. طب اقعدوا ارتاحوا، هروح امضي بسرعة كده على حاجة واجي على طول. ارتاح ايه بس يا عم، انا عندي اجتماع كمان نص ساعة. طب خلاص انا هاخد واتين. ها؟ لا انا هاخدها معايا الشركة. اكيد مش هتاخدها وسط مجرمين يعني. قاسم بص لواتين اللي هزت راسها وقال خلاص ماشي. واتحركوا قاسم على مبنى المخابرات وواتين وفهد على الشركة. وصل فهد وواتين الشركة وجاي يدخل صالة الاجتماعات. وقفته السكرتيرة فهد بيه، حد ساب لك الظرف ده؟ ما تعرفيش مين ده؟ لا للأسف يا فهد بيه. فتح فهد الظرف اللي كان مكتوب فيه سيب الصفقة دي أحسن لك علشان انت اللي هتتأذي.